ففكرتش احنا ليه دايما بنقول لك ان حرارة التخزين مضرة على زيت الزيتون على الرغم ان احنا في نفس الوقت بننصح بيه للطبخ؟ طيب خليني اوضح لك المعلومة. زيت الزيتون البكر الممتاز هو يعتبر من افضل الزيوت ثباتا وامانا للطبخ، وده عشان هو مشبع بمضادات الاكسدة اللي بتحفظه من درجة الحرارة العالية. طيب ايه الفرق بقى بين حرارة التخزين وحرارة الطبخ؟ نبدأ بحرارة التخزين. حرارة التخزين بتبقى درجة حرارة متوسطة بس بتقعد فترات طويلة، مثلا مخزن مش مهيأ او تاجر مخزن في مكان درجة الحرارة بتاعته عالية نسبيا، وده طبعا بيسرع عملية الأكسدة اللي بتحصل في الزيت، وده طبعا بينتج عنه زيت عالي الحموضة وعالي البيروكسيد، وكمان بيقلل جدا فوائد الزيت، يمكن كمان بتنعدم. ده ممكن كمان الزيت يبقى مضر. عشان كده بننصح دايما ان الزيت لازم يكون متخزن في درجة حرارة كويسة بعيد عن اي درجات حرارة عالية. اما بقى بالنسبة للطبخ فزيت الزيتون فيه مضادات أكسدة بتقدر تتحمل لحد درجة 210 مئوية، لكن بشرط ان المدة دي ما تبقاش طويلة قوي. طيب الخلاصة بقى ان زيت الزيتون اصلا تركيبة قوية جدا ويتحمل كل طبخاتنا المعتادة، لكن تخزينه الخاطئ بيضره جدا، وبالعكس ممكن يخليه كمان مضر على صحتك. فما تحرمش نفسك من فوائد زيت الزيتون البكر الممتاز، واستثمر في صحتك وصحة أسرتك. اطلب دلوقتي زيت الزيتون من أوتروجا وشاركنا رأيك.